السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم لي فان دو لا باج فيسبوك et la chaîne YouTube une pause gourmande avec اسماء. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة لو فلان باريزيان، لو فامو فلان باريزيان اللي ما كاش ما يحبوش. صدقوني هايل وبارد ومنعش. نتمنى انكم تبعوا معايا طريقة التحضير وتجربوها في بيوتكم وتنجحوا فيها. اولا حين نبداو بتحضير العجينة تاعنا. للعجينة نحتاجو فرينة، نحتاجو فانيلا، نحتاجو ماء، نحتاجو الزبدة، نحتاجو صفار بيضاء، ونحتاجو الفرينة. اولا انا خديت الفرينة تاعي، ضفت لها رشة من الملح، من بعد نضيف لها شوية فانيلا. يعني اضافة الفانيلا تكون اختيارية، حبيتو تضيفوا الفانيلا ضيفوها، ما تحبوش ما تضيفوش الفانيلا تاعكم. من بعد نضيف لها الزبدة تاعي تدريجيا، اللي كنت قطعتها الى قطع صغيرة، ونبدا نخدمهم باستعمال الايدي حتى نحسوا هذيك الفرينة مع هذيك الزبدة داخلت كليا، ولا عندنا قوام رملي. من بعدها نضيف لها صفار البيضة، ونزيدو نضيف لها 5 ملاعق كبار تاع الماء، الماء عادي، ونقوموا يعني بطم العجينة تاعنا حتى نتحصلوا على عجينة عادية. كيما شفتوا انا هنا حنديف 5 ملاعق كبار تاع الفرينة. وكيما ما نقول لكم كل فرينه وكيفاش، كاين فرينه اللي تمتص، كاين فرينه اللي ما راحش تمتص لكم السوائل، ورايحين تحتاجوا تزيدوا لها كميه يعني صغيره، ما يعادل ملعقه اكل كيما شفتوا تاع الماء. انا هنا اليوم الفرينه تاعي ما تمطش السوائل، عفوا تمتص سوائل كتير. العجينه تاعي ما نطمتش، فاضطريت اني نزيد لها نص ملعقه صغيره من الماء، وكملت طميت العجينه تاعي حتى تحصلت على عجينة عادية. العجينة تاعنا تكون ملساء، يعني ما تكونش تلاصق وتكون شايدة روحها. وبديت نقوم بهذه العملية باستعمال كفة ايدي. قمت بهذيك العملية. من بعد تحصلت على عجينة ملساء كيما شفتوا. غطيت العجينة تاعي بكيس بلاستيكي وخليتها ارتاحت في الثلاجة لمدة 4 ساعات. تحبوا تخلوها تريح، تحبوا ما تخلوهاش تريح، بصح نصيحة من عندي من الأحسن تريحوها لمدة 4 ساعات باش تجيكم سهلة في الخدمة. من بعد فوق لو بلان دو ترافاي رشيت كمية قليلة من الفرينة، وبديت نحل في العجينة اللي تحصلت عليها باستعمال الحلال حتى تحصلت على عجينة رقيقة بسمك نصف سنتيمتر. انا اليوم حبيت ندير دي فلان باريزيان انديفيدوال. هاد الكميه اللي عطيت لكم راح تكون كافيه باش دير لكم 12 نحبه صغيره. واللي حبت يعني دير الشكل التقليدي واللي هي في ان غران مول، راح تقدر دير هاد الكميه اللي عطيت لكم في ان مول بقطر 20 سنتيمتر، يعني راح يكون مثالي. من بعدها انا قمت بطبع دوائر هكذا باش تجيني العمليه سهله كي نديرهم في ليمول تاعي. و جي فونسي لا بات تاعي في ليمول، تاكدت انها لا بات ملتصقه كليا في لو مول تاعي. يعني عبصت على لي كوتي باش تاكدت انه لا بات راح تكون مليح وتكون لاصقه مزيان باش من بعد ما تنفخليش وراح تحكم لا فورم تاع لو مول اللي استعملته اليوم. كما شفتوا نحيد الزائد تاع العجينه تاعي باستعمال الموس، ونحط حبه فوق حبه هكذا حتى نكمل العمليه كلها. من بعد ما كملت 12 حبه تاعي درتهم في الثلاجه يبردوا. في هذا الاثناء انا راني رايحه نقوم بتحضير الكريمه ولا لو فلان تاعي. يعني سي لو برينسيپ دون كريم باتيسيير عاديه. انا هنا خديت كميه من الحليب، والمقادير راح تسيبوها في اول صفحه. ضفت لها 3 معالق كبار من الكريمه السائله. من بعد ضفت لها شويه من الفانيلا. انا اليوم عندي هنايا مستخلص الفانيلا. تقدروا تستعملوا عود الفانيلا اللي تضيفوه في هذه المرحله، كما يمكن استعمال فانيلا العاديه ولا لو سكر فاني اللي رايحين تضيفوه بالاخير باش يعني تقعد الريحه تاعو وما راحش تتبخر الريحه مع الطهي. كما شفتوا انا هنا كسرت كميه البيض، راح نضيف لها كميه السكر. من بعد نبدا بالخفق حتى نشوف هذاك البيض تاعي والسكر تخلطوا مليح لمده دقيقه ولا 2، يعني ماشي بزاف، حتى يبداو يبيضوا شويه.
من بعدها نضيف كمية لا مايزينا اللي هما 4 معالق كبار، نضيفها في هذه المرحلة ونكمل في عملية الخفق حتى نتأكد انه هذيك لا مايزينا دخلت لي كليا مع السكر والبيض. يعني نخلطوا برك باش يدخلوا، ما ناش حابين يعني في هذه المرحله حتى تضاعف لنا ولا حاجه. من بعد ما سخنت هذيك الفرينه عفوا هذاك الحليب تاعي مع لا كريم فريش مع الفانيلا، نضيفهم تدريجيا فوق خليط البيض المايزينا والسكر، ونعاود نردهم في هذيك لا كاسرول، ونعاود نردهم فوق النار على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى تختار الكريمه تاعنا ونتحصلوا على كريمه عاديه. كما قلت لكم سي لو برينسيپ دو كريم باتيسير عاديه، لا سول ديفيرونس يعني تختلف في لي زانغريديون واضافه الكريمه السائله. واللي ما عندهمش الكريمه السائله ولا ما يقدروش يتحصلوا عليها يقدروا يعني يستغناو على الكريمه السائله ويديروا نفس المقادير ونفس الوصفه بلا لا كريم فريش ليكيد. بصح اذا قدرتوا تحصلوا عليها راح يكون القوام احسن. انا هنا من بعد ما لا كريم تاعي حكمت روحها، يعني لا كريم باتيسير هذه قاعده غير تحكم روحها نحوها فوق النار، يعني ما تسيوش تغليوها ولا تسيو يعني تقعدوا تحركوا فيها تقولوا راح تختار كتر. يعني العكسها لا كريم تاعكم راح تعاود تولي ميها ومن بعد ما راحش تحكم روحها، يعني غير تشوفوها اختارت تطفيو عليها النار. وانا كما تعودتوا دائما نحب نصفي الكريمات تاعي باش نتفادى وجود اي شوائب في لاكريم، كما يعني بشويه بقايا صفار البيض ولا يعني شويه تاع الفانيلا ولا يعني شويه تاع المايزينا لي غرومو، هكذا راح نتحصل على كريمه مثاليه ولا كريم تاعي تكون فريمون ليس اي بارفيت. انا من بعد ما صفيت لا كريم تاعي راح نبدا نعمرها في لي فون دو تارت ولا اللي كنت درتهم من قبل. نسيت نتاكد اني يعني تقبتهم بلا فورشات باش ما يتنفخوليش بزاف، ونبدا نعمر فيهم. انا الكميه اللي قلت لكم يعني اللي عطيتها لكم كما قلت لكم تكفيكم باش ديروا 12 وحده صغيره ولا وحده كبيره، يعني في ان مول بقطر 20 الى 23 سنتيمتر، يعني 20 سنتيمتر راح يجيكم عالي خير، واللي ما تحبوش عالي تحبوا شويه حابط دير في 23 سنتيمتر ما كاش مشكل. كيما شفتوا انا لاباط تاعي ما طيبتهاش، طيبت غير لا كريم باتيسير تاعي، ونديرهم في فرن يكون مسخن على 160 الى 180 درجه. يعني من الاحسن انكم تطيبوهم على 160 درجة كيما شفتوا على 160 درجة، ونطيبوهم لمدة طويلة، المدة تتراوح ما بين 50 إلى ساعة 50 دقيقة إلى ساعة. في هذا الوقت الكريمه تاعنا راح تتنفخ في لو فور تشوفوها، وراح لا سيرفاس راح تنحرق، يعني وهذا الحريق عادي هذا هو لو شارم تاع الفلان باريزيان، وراح لاباط تاعنا طيب وتكون فريمون بارفيت. من بعد ما يعني طابوا لي ميني فلان باريزيان تاعي وخليتهم بردوا كليا، يعني قعدت غير اللمسه الاخيره وهذه اللمسه تكون اختياريه انكم تدهنوا السطح تاعهم بلا جولي. انا خديت كميه قليله من لا جولي سخنتها يعني 10 ثواني برك في الميكرووند باش تسخن وتكون يعني سهله باش نديرها، ودهنت بها لي ميني فلان باريزيان تاعي وحطيتهم في الثلاجة حتى بردوا تماما. وصدقوني وصفة رائعة وراح تحبوها يعني في رمضان ولا في الشهر المبارك مع شاي ولا في سحور، راح تكون منعشة وباردة. وكما العادة نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة وتعطوني رايكم وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم. ما تنساوش تروحوا لاشين يوتيوب تاعي اون بوز غورموند افيك اسماء. وسلام الى الوصفة القادمة ان شاء الله، دعواتكم، شكرا.